لقد بلغ إلى مسامعكم وأنتم من رواد مسجدنا في أحد الخطب، وهذه الكلمة صدرت مني وأنا أقول للفقير لا تقلق، إن أصبنا فهذا من فضل الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ولنا فيها مجال سنذكره إن شاء الله في خطب قادمة. هذه الكلمة أحدثت ضجة كبيرة وترويج وتهويل، ثم بعد ذلك أعقبتها السخرية والاستهزاء والسب والشتم والفجور والقدح وانتهاك للعرض والسخرية والضحك والقذف والزور والبهتان. أسألكم سؤالا، كلمة لا تقلق لو تقارن بمن يسب الدين ويسب الله ويسب المسلمين، أيهم أعظم جرما عند الله؟ من الأولى الذي نشهر به ونحذر منه؟ من؟ لا تنتصر لي، الله المعين، نعم المولى ونعم النصير. أيهم أعظم جرما عند الله؟ اللهم آت كلا منا سؤله من خيري الدنيا والآخرة، ارزقنا صفاء النية ونقاء الطوية، وأصلح لنا في الذرية، وباعد بيننا وبين كل أذية وبلية.